حبس جمال وعلاء، فده شيء جميل جدا. قرار صائب 100% يا باشا، واحنا بنأيده، وكان لازم دي خطوه اتأخرت كتير. مبسوط جدا، مبسوط قوي يعني من السرقه اللي كانوا بيسرقوها والقهر اللي كانوا معيشيننا فيه هو وابوه. لازم نتحاسبوا عشان يدونا حقنا، هم خدوا كتير قوي. انا النهارده مبسوط جدا ان جمال وعلاء اتحبسوا، ونفسي يتعدموا او يتسجنوا مدى الحياه. ده عدل، لانه يعتبر يعني في كميه اموال كتيره من الدوله، من قوت الشعب كلها راحت لحسابهم في بنوك اجنبيه وبنوك اوروبيه وبنوك سويسريه. كل الفلوس دي امبارح ندراها، لو حصل هفرق شربات على مصر كلها. في 100 لان هم كانوا خاربين البلد واخدين وبعدين بايعين البلد اراضيها من اسكندريه لاسوان. انا نفسي مش عارف اخد 40 متر اعملهم مدفن. والله انا فرحت جدا لحاجه واحده، ان انا بقيت مبسوطه قوي بالثوره وبانجازاتها، واني ما كنتش حاجه زي كده مصدقاها اصلا. كل الناس ظلمنا، فشوفنا حسني مبارك وهو بيتذل ودخل الترع هو واولاده. مبسوط جدا جدا جدا. وقت ما اعلن الخبر دون بحبس محمد حسني مبارك وعلاء وجمال ولاده، ده الخبر ده اسعدنا كتير جدا جدا جدا، وده حتى يكونوا عبره لكل مسؤول فاسد، عبره لكل مدير فاسد، عبره على مستويات الشعب كله. القرار من النائب العام جريء جدا، وجاب حاله نفسيه يعني هدى الشعب المصري قوي. وحاجه كويسه طبعا ان احنا ناخد حق ضايقونا كتير وعملوا فينا حاجات كتير جدا فينا، فالحمد لله يعني اللي احنا هناخد حقنا منهم الحمد لله ان شاء الله. كانت فرحه ملهاش وصف خالص، اللي احنا ان الظلم هينتهي من البلد. طبعا انبساط، يعني ظلم وهو المفروض يعني اعدام كمان احسن، عشان هم سارقين البلد وتعبانين وسايبين الناس المصريه تعبانه اخر تعب. خبر كويس يعني، لان اللي حصل يعني مش مظبوط منهم، يعني خبر كان المفروض من فتره ان يحصل الكلام ده. حسيت ان في استقرار، هيبقى في استقرار في البلد، واي حد عينها في البلد هيحاسب. دول رؤوس الفساد، لازم هم الاول. انتوا بداتوا بالصف الثاني، المفروض تبداوا من الصف الاول. اسعد خبر سمعت في حياتي والله، لان المفروض ده كان اول واحده تمسك الناس تقبض عليها وتحاكم، لان دول مصر دم الشعب ودم الغلابه، وحكموا ناس كتير وقضوا على كل الشركات والمصانع والبيوت مفتوحه قفلوها.